انا لست ضد رشيد ولست ضد كيروش، لكن العمانيه لا لازم ارفض الكلام. انت ضدهم الاثنين. ارفض. لا تقول انا ضد الكره العمانيه. نعم انا اول مدافع عن الكره العمانيه. لحظه بقول لك، وانا اكثر حرصا على الكره العمانيه. لا على المدربين نتكلم. انا اكثر حرصا على الكره العمانيه. لما لا تقول لي ضد الكره العمانيه. اليوم لما لا انت شو تقول ضد الكره العمانيه؟ الريال الحين راشد يقول لي يا اخي انت انتقدت، اختزلت كل هالمواضيع في رشيد وفي كيروش. لما تقول الكره العمانيه لا، شيء مختلف عن اللي تتكلم انت. لما انت تعرف الواقع وتعرف الظرف وتعرف انها مرحله انتقاليه ولا تدعمها، كيف تكون؟ لا اسمح لي، اسمح اقول لك شيء، اسمح لي يدعم المرحله تحتاج دعم. اقول لك لان المرحله فيها ظروف. اسمح لي، الظروف اكبر من انك انت تنتقد مدرب. اسمح لي، الوقت يحتاج المنتخب العماني يحتاج له مساحه ووقت مع كيروش عشان يعدي الامور. هو كيف يعقوب هو لام كيروش على التصريحات اللي قالها وتوقيت التصريحات. معلش بعد لازم احنا نحدد. اليوم ترى مو بس طلال اللي لام كيروش، اليوم معظم الشارع الرياضي في عمان لام كيروش على تصريحاته اللي طلعت على وطريقه انتقاده للدوري واستهزاءه بطريقه الكلمات اللي طلعها. ترى هو يتكلم عن هالموضوع. لا هو عن الفريق. وبعد اليوم نتكلم عن كيروش بعد واحد من المدربين. اليوم حتى لما صار قطر يلعب في الملحق قال كلام المفروض ما ينقال. صح. وصرح تصريحات الموضوع مو بشغله، قال اشياء مو بشغله. بنواف لحظه. يعني قيرة طلال، اسمح لي، قيرة طلال والجمهور العماني اكثر من الاتحاد. حتى بيان ما طلع، كيف انت عرفت انه قال كلام مستفز او كلام غير واقعي؟ لازم بالحدود. الاتحاد نفسه راضي بعمل المدرب ولا طلع بيان. لحظه طلال، انا ما ادري الاتحاد. انت مشكله طلال. لحظه. نعم. انت شوف، انا متابع. طلال انت ما عمرك تكلمت. انا متابع للشأن الرياضي في عن الدوري، عن كذا. تتكلمون عن المدربين بس. ما يصير يا طلال. عندما اسمع لي يا حمد، المدرب ترى هذا اقول لك والله المدرب ذا راح عنكم. نعم. ترى انتم يعني انت اسمعني اقول لك شيء. مدرب كبير نظم الفريق. ايوه مدرب صراحه. لا مو بشرط كبير هو يقول. ترى مو بشرط كبير. حمد ترى لازم في حدود. لا ما عنده ادوات. لازم في حدود تصريحات. يعني لازم في حدود تصريحاته. اوكي ما عندك ادوات بس لازم في حدود بتصريحاتك. لا. انت ما تسمع مدرب كبير. حدود. طيب اذا انت تقول حدود. نعم. انت افهم من الاتحاد العماني. انا بقول لك عن موقف. يعني خلينا نكون واقعيين. انا بقول لك عن موقف. يعني الاتحاد العماني يقول نرفض التصريحات الذي اذا كانوا هم صادقين. هل شجب او استنكر او رفض؟ صحيح. ما طلع يا ابو نواف. انا اقول لك شيء. حمد كلامه صحيح. اسمعني. حتى طلال لما اتكلم عن الدوري. لحظه. لما اكلمك قبل كل بطوله وقلت انا الحلقه الماضيه. نعم. كلكم تقولون احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا. نعم. ولا جات الدوره. نعم. حطيتوها في راس المدرب. لا اسمح لي. ما يتكلم الكلام الصحيح. اسمع اقول لك. المدرب جزء ترى حتى صار في مشكله. خليني اكمل لك. ما عنده ادوات. انت تخاف ان تنتقد الاتحاد. اسمعني. ما بعت له كلامك. ما اخاف الا من الله سبحانه وتعالى. اول شيء. الشيء الثاني، انا ما اتدخل في شغل الاتحاد اذا بيصدر لا ما قلنا لك تدخل. لا اسمع. مساء انت تتكلم عن الاتحاد السعودي، انا قلت لك ما تدخل. لا قلت لك رايي. لا انت بس تقول لي ليش ما طلع بيان؟ انا ما لي شغل فيه يطلع بيان. لا تقول لي طلع بيان من واجبك انت. لا ما لي شغل فيه. كل هذا الكلام اللي قاله منتخبنا غير صحيح ولا نرضاه. لا انت لا تودي الموضوع عند صوب ثاني اللي انت تريده. لا ما في صوب ثاني. اذا انت فعلا انا بقول لك انت تدافع. طيب الاتحاد حمد. لا ابو منواف لما الاتحاد يطلع بيان انا اقول الاتحاد زعلان. انا ازعل والاتحاد زعلان. انا بزعل. ما شغل مع الاتحاد. اول شيء حر يطلع بيان ما يطلع بيان. انا اليوم اعلق كناقد اقول رايي. اتحاد طلع بيان ما طلع بيان هذا شيء. هذا الشغل الاداري. لحظه. الكلام اللي قاله تقول مسيء او اساء، صح؟ اساء. يعني انت الاتحاد يرضى على الاساءه؟ كيف؟ لا مو بكيفه. لا بكيفه. هذا هم يوم ذيك اليوم طلال ايش قال لازم الاتحاد يشتكي على الاخطاء التحكيميه. انا بقول لك شيء عن كيروش. لا انا بقول لك شيء عن كيروش.
خليك عن كيروش. لا اترك كروش، رجعنا الكروش. لا انت قاعد تتكلم. انت جاوبني. الاتحاد ليش ما نزل بيان مستاء؟ ما اتكلم عن الاتحاد. انت تشوفها صح؟ منو؟ تشوفها صح؟ الاتحاد؟ ايه عمله صح انه ما حط خطاب استنكار على اللي قاله كروش. ما لي شغل بخطاب الاستنكار. شلون ما لك شغل؟ لا ما لي شغل. هذا يتكلم على دوريك. انا اقول لك اياها، لو تجي تقول لي عن الاتحاد ومتابعته لعمل كيروش بجاوبك. جاوب يلا جاوب. لا اما تجيني تقول لي والله الاتحاد يصدر بيان، ما لي شغل. هذا دوره. السلام عليكم. طبعا مع الاعتراف بقوة البطولة العربية اللي شغالة في المستويات، يعني بصراحة بتقدم الفرق المشاركة المنتخبات العربية مستويات قوية جدا جدا ومباريات مثيرة وفيها ارتفاع في المستوى البدني كبير والفنيات. ولكن الحقيقة لما نبص للدوريات المحلية العربية هنلاقي في ضعف في مستوى الدوريات المحلية العربية وخاصة في دول الخليج، يمكن باستثناء السعودية فيها بعض الإثارة والحماس والندية بسبب مشاركة عدد كبير من المحترفين الأجانب في الدوري السعودي. الدوري السعودي فاتح المجال لاشتراك المحترفين وبيدفعوا مبالغ طائلة في لاعبين محترفين على أعلى مستوى، بيعملوا ندية وحماسة وإصرار للمنافسة في الدوري السعودي اللي بقى من أفضل الدوريات العربية في الوقت الحالي. ولكن في بعض دول الخليج فكرة التجنيس بتاعة اللاعبين بتضعف مستوى الدوري المحلي بصورة كبيرة وبتدي أهمية أقل للاعب المحلي. بمعنى المفروض يكون في التركيز في الدول دي على قاعدة ناشئين قوية جدا ويشرف عليها مدرب عالمي. هم بيجيبوا مدربين عالميين ولكن المنتخب الأول ما بيكونش فيه اهتمام بقاعدة الناشئين لإخراج لاعبين محليين دوليين بمستوى مهاري عالي، وده هيساعد بعد كده في تطور الكرة. لكن الاهتمام بيكون برأس المنتخب الأول دون الاهتمام بالناشئين، رغم ان المفروض الناشئين يتصرف عليهم أكتر في مدارس وفي أكاديميات وبيشرف عليها مدربين عالميين لإخراج جيل قوي قادر على تمثيل البلاد. لكن الحقيقة هم بيعتمدوا على فكرة تجنيس اللاعبين والاحتراف الكبيرة وشراء اللاعبين الجاهزين للدوري، وده طبعا بيضعف قاعدة الناشئين في كل الدول دي. وعلى فكرة أنا ما بستثنيش مصر برضو فيها ضعف بالاهتمام بقاعدة الناشئين كمان بما فيهم مصر كمان يعني، وده بيفرز منتخب محلي غير قادر على المنافسة في البطولات. الحقيقة طبعا عايزين نستثني المغرب طبعا فيها اهتمام بقاعدة الناشئين، وشفنا طبعا نتائج فرق الناشئين والشباب في المغرب، وشفنا كمان نتائج المنتخب الأول اللي انعكس عليه الموضوع ده، وعندنا محترفين مغاربة في معظم أنحاء الدوريات وفي أقوى الدوريات الموجودة كمان. عشان كده تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب العمان أنا شايفها من وجهة نظري مش مفاجأة، اللي هو قالها عن ضعف الدوري المحلي العماني. ولكن احنا ما بنحبش يكون النقد جاي من أي جهة، ما بنحبش نعترف بالأخطاء، لكن الأخطاء دي موجودة وفعلا في ضعف في الدوري المحلي العماني، ومش العماني بس، في زي ما قلت من شوية معظم الدوريات العربية عندها ضعف المنافسة. ولكن احنا ما بنحبش ان احنا نعترف بالاخطاء، عايزين اهتمام بقاعدة الناشئين، عايزين اهتمام باللاعب المحلي، عايزين تكون في منافسة قوية في الدوري المحلي لكل دولة. ده طبعا بيدي إسراء للمستوى المنافسة وبيخرج لاعبين على مستوى عالي. البطولة العربية طبعا في بعض الدول خافت تشترك فيها بالمنتخب الأول زي معظم الدول الإفريقية بما فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب، طبعا منهم بداعي ان هو خاف يعمل نتائج سلبيه، ومنهم اللي بيستعد لكأس العالم، ومنهم اللي هرب من المواجهه زي حسام حسن بتاع مصر كده، خاف يشارك في البطوله العربيه يقوم يلاقي هزائم او تنكشف عدم قدرته على اداره المباريات وضعف قدراته الفنيه. ولكن الحقيقه كارلوس كيروش من المدربين المحترمين جدا، المدربين الواعدين، من المدربين الاقوياء، كان ليه بصمه كبيره مع منتخب مصر لما كان موجود في منتخب مصر الحقيقة يعني. ولكن طبعا كان تأهل لنهائي أفريقيا، ولكن الاتحاد المصري أقاله بدون سبب واضح، وهو زي ما قال حمد الدبيخي ما عندوش أدوات في المنتخب العماني إنه يقدر يحقق نتائج قوية ونتائج
عاليه مع المنتخب العثماني، مع كامل الاحترام يعني.